السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في طبق الطحينة دوت؟ بجد كان طعمه روعة جدا وتحفة. ده طبعا كدهوت سر محلات الكبابجية، وعرفنا ازاي هما بيوفروا في الطحينة، لان هما طبعا ما بيعملوهاش طحينة خام. احنا النهاردة عملناها وبجد كانت طالعة روعة جدا ووفرت معانا جدا جدا. وكل اللي احنا عملنا الكمية اللي احنا عملناها دي طبعا مش كل الكمية، في باقي الكمية وعملناه بمعلقتين طحينة بس. يلا بينا نشوف المقادير. هنا هوت معايا رغيف عيش كان بايت عندي وبليته في شويه ميه، بس طبعا ما بليتوش قوي، انما انتوا بالنسبه لكم بليوه عن كده هوت شويه عشان خاطر يتفرم معاكم في المفرمه. قطعناه بالطريقه ديت ونزلت عليه بقرنين من الفلفل، وحطيت كزبره، وحطيت الملح، ونزلت كمان بشويه من الكمون، ومعلقه من السكر، يعني رشه كده بسيطه من السكر، ما تكتريش. تمام. ونزلت عليهم في قلب الكبه بتاعتي، وابتديت ان انا اشغل الكبه عشان انا كنت عايزه العيش بتاعي دوت يتعجن خالص. بس نوت الغلطه اللي انا غلطتها اني انا ما خليتش العيش يقعد شويه كتير في قلب الميه. انا بس كده مسافه ما بليته، مسافه ما طلعته على طول. بالنسبه لك انت يا ريت تكتري يعني الوقت في قلب الميه لغايه لما يبقى مبلول معاكي خالص، زي ما يكون كده بالظبط بتعملي فول صويا او بتبلي يعني اي حاجه تبلي معاكي خالص. هنا هوت انا مرضيش طبعا يتفرم معايا حلو. رحت نزلت عليه بشويه ميه سخنين. شويه الميه السخنين دول خليت لي طبعا العيش اتفرول معايا خالص في قلب الكبه، وهو دوت المطلوب، انا عايزاه يبقى عامل معايا زي العجينه بالظبط. كده خلاص اتفرم معايا وبقى حلو جدا. هننزل عليه بقى بمعلقتين الطحينه. بصوا يعني حتى المعلقتين مش مليانين قوي، يعني احنا لو حسبناهم هنقول معلقه ونص طحينه بالظبط. هننزل بالمعلقه ونص طحينه، وهنبتدي ان احنا برضو نشغل الكبه عليهم. هنا اهو الطحينه ديت اللي احنا كنا عاملينها قبل كده مع بعض. هنبتدي بقى ان احنا نشغل الكبه عليهم لغايه لما الاتنين يندمجوا مع بعض قوي، الطحينه والعيش، واحس كده اهوت ان هي تقلت معايا قوي. تمام. هنبتدي بقى ان احنا ندمجهم مع بعض، وهنشغل الخلاط حوالي 3 دقايق، ما تفصليهمش لغايه لما يتعجنوا قوي مع بعض. في اثناء الضرب نوت انا نزلت ب3 فصوص من الثوم. كده خلاص الدنيا معايا بقت تمام. هننزل بالميه السخنه بتاعتنا على الطحينه بتاعتنا عادي، اكننا بنعمل سلطه طحينه عاديه خالص. وهنبتدي برضو ان احنا نشغل الخلاط. طبعا هنا برضو الميه السخنه هنخليها تدمج قوي، وهنا كمان نزلنا بمعلقتين الخل لان احنا محطيناهمش في البدايه، حطيناهم لما احنا ضربناه. هتلاقي معايا اللون بتاع الطحينه ابتدى ان هو يفتح، والكمية طبعا معايا كترت، وبجد كانت موفرة معانا جدا جدا. كده خلاص الطحينة بتاعتنا خلصت، زي ما انتوا شايفين نازلة تقيلة قوي وحلوة جدا. في المرحلة دي بقى حابة تقطعي عليها خيار، جزر، كزبرة، زي ما احنا متعودين نعمل سلطة الطحينة، لان انا طبعا بالنسبة لي ما بعملش سلطة الطحينة سادة كده اهوت، انا لازم اعمل سلطة الطحينة بتاعتي بالخضار. انا حبيت بس ان انا اوريكم الطريقه بتاعتي في سلطه الطحينه، حلوه جدا بجد وعجبتني قوي ووفرت لي. على فكره يا جماعه الطعم ما اختلفش خالص عن سلطه الطحينه العاديه اللي احنا بنعملها طحينه بس. والله بجد وفرت لي كتير جدا، والطعم كان روعه روعه روعه. وكده وقت احنا عرفنا ازاي السر بتاع سلطه الطحينه. هنبتدي طبعا دلوقتي كده نحط على وشها شويه زيت بقى، رشه كمون كده من فوق، دلعيها بقى زي ما قلت لكم. حابه تقطعي عليها خضار مفيش مشكله. واللي وصل بقى معايا لهنا لغايه الفيديو وعجبته الطريقه بتاعت سر المحلات، ما ينساش بقى يعمل لي اشتراك وسبسكرايب، وكمان يفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن الفيديو دوت للفيديو الجاي هسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.